وسهلا فيديو جديد وسلسله جديده. السلسله دي نشرح فيها الادب لسنه تانية ثانوي. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقلمك وكوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا. الدرس ده بيتكلم عن العصر المملوكي، ملخص لك الدرس كله في ورقتين ثلاثه بالكتير، سيبهم لك في اخر الفيديو يبقى روح شوفهم، مهمين جدا يبقى ذاكر. اول حاجه عزيزي المشاهد، اسباب اصدار النثر في العصر المملوكي. واحد، تعظيم مكانه ديوان الانشاء، وده الديوان اللي اتاسس في عهد الدوله الطولونيه نسبه لاحمد بن طولون، وعلى شان ذلك عزيزي المشاهد الناس اللي كانوا شغالين في الديوان ده في عهد دوله المماليك، خصوصا منصب كاتب السر، وده المنصب المقرب جدا من الحكم، وكان عارف بكل اسرار الدوله، وكان بيستشيروه في كل امور الدوله. مش كده وبس، ده كان بينهم على السلطان في التوقيع. السبب الثاني هو التنافس بين الادباء. كل الادباء كانوا عايزين يوصلوا لمنصب كاتب السر لانه منصب كبير جدا، تخيل يستشيروه في كل امور الدوله، عارف كل سر فيها، وكمان انهم عن السلطان في التوقيع. هتقول لي اما السلطان لازمته ايه؟ لازمته يقعد على العرش وياكل وينام. السبب الثالث هو ظهور ابرز الكتاب في الكتابه النثريه، بل ان بعض الشعراء ابرعوا في الكتابه النثريه زي ابن نباته والصفدي وابن الوريدي. والسبب الرابع ظهور عائلات متميزه في الكتابه النثريه زي عائله بنو عبد الظاهر وبنو الاسيد. بعد كده عزيزي اسباب تدهور النثر في العصر المملوكي. مفيش حاجه بتكمل. السبب الاول في تدهور النثر ضعف المواهب الادبيه، لان كله عايز يوصل لمنصب كاتب السر. تولي امر الديوان الكتاب ما عندهمش مهاره الكتابه اصلا، كله بقى ماشي بالمحسنات البدائيه اللي هي السجع والطباق والجناس. الو، هو انت ليه ساكت؟ الو، في حاجات ماتت، قالوا تعبانه فاسمعني. يرد يقولوا ايه يعني؟ ما كل الخلق تعبانه. اهم حاجه ان اخر الجمله بيبقى زي اخر الجمله. فنون النثر في العصر المملوكي انت عندك اتنين، فن الخطابه وفن الكتابه. هنبدا فن الخطابه الدينيه والاجتماعيه، وده ادى لسؤال: ما اسباب انتصار الخطابه الدينيه والاجتماعيه؟ واحد، عدم وجود صراع سياسي. اثنين، حكام المماليك ما كانوش عرب اصلا، كان معظمهم اتراك او من وسط اسيا، فقدراتهم على الكتابه كانت محدوده. الفن الثاني فن الكتابه، وهنا يجي سؤال يقول لك نوع فنون الكتابه في العصر المملوكي، وهم ثلاثه: الرسائل الدينيه، الرسائل الاخوانيه، المواعظ الدينيه. اول حاجه الرسائل الدينيه، ودي اللي كان بيكون بها العاملين في ديوان الانشاء، رسائل موجهه من الحكام للناس والعاملين والرعيه في الدوله. ومن اشهر كتاب الرسائل الدينيه شهاب الدين بن محمود، واللي كان بينتمي للمدرسه الفضليه، واللي كانت متميزه بالايجاز والمحافظه على السجع والفنون البديع وتقصير الجمل ووضوحها. وهم عزيزي المشاهد شهاب الدين بن محمود ده اللي كان بيكتب لصلاح الدين الايوبي، وكان من امهر واحسن الكتاب في كياده. ثاني حاجه هي الرسائل الاخوانيه، ودي اللي كان بيكون بقى الادباء بين بعضهم كده. اهم الكتب في الرسائل الاخوانيه كتاب سجع مطوق لابن نباته. هتقول لي يعني ايه مطوق؟ اقول لك يعني صوت الحمامه. انا عارفك عزيزي بتحب التفاصيل. الكتاب الثاني الحان السواجع صلاح الدين الصفدي. ومن اهم موضوعات الرسائل الاخوانيه كتابه الرسائل في مختلف الموضوعات زي التهنئه، التعزيه، الاستعطاف، العتاب، الشكوى. ثالث حاجه هي المواعظ الدينيه، ودي اللي ظهر كتير من العلماء الصالحين اللي كانوا بينصحوا الناس بيها. ومن اشهر العلماء شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والعز بن عبد السلام ومحي الدين النووي، كتير من العلماء. بعد كده في حاجه اسمها السمات النثريه في العصر المملوكي، واللي هي موضوع الرساله كان بيبتدي ازاي وينتهي ازاي وصلب الموضوع ايه. اول حاجه كان بيبتدي بالبسمله، بسم الله الرحمن الرحيم، وحمد ربنا والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدخول في الموضوع على طول، ثم الختام بكلمات تشبه الموضوع. اثنين، الاكثار من ذكر الالقاب، خصوصا السلاطين والرواتب ورجال الدوله يا عزيزي، والاكثار من الدعاء للامراء والسلاطين، والاكثار من القران والحديث وامثله داخل الرساله او الخطبه. وبكده بنتهي عزيزي المشاهد من اول درس ادب اللي هو العصر المملوكي. انتظروا الدرس الثاني اللي هو الاندلس، واللي رايك في الكومنتات في الدرس ده اكمل في السلسله دي ولا لا، ولا ايه رايك؟ ما تنساش تعملنا لايك وسبسكرايب وتشوف التلخيصات اللي في اخر الفيديو.